لا لا هادشي بزاف، قسما بالله الا بزاف. سمعت واحد الخبر دابا، والله القسم الا بزاف. انا ما كانش في راسي، ما كانش في راسي. سمعتو، تأسفت بزاف، ضرني راسي ودخت. عرفتي اش دارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ 37,000 حاج مغربي حسبوا ليهم 6000 درهم ديال الأكل، وخرج الممول المصري. هذا الممول هذا لو تريتور هذا اللي تعاقدوا معاه وزارة الأوقاف، تعاقدوا معاه ب2000 درهم للواحد. يعني خلصوا 2000 درهم للواحد، وهما حسبوا للمغاربة الحجاج المغاربة 6000 درهم. ضربوها في 3. تصوروا الإخوان، ضربوها في 3. أنا في الأول جاني الخبر غريب، رجعت للصحافة المغربية في هذا الموضوع هذا، لقيتها كلها تكلمات عليه. أنا ما كانش في راسي، يعني كلهم تكلموا عليه. رجعت للصحافة المصرية، لقيتها هي تكلمات عليه، لأن شكون اللي فضحهم هو الممول براسو. دار استجواب في واحد الصحيفة، لأن طرحوا عليه السؤال على الثمن. قال لهم ودي أنا حسبت 2000 درهم للواحد للحجاج المغاربة، ما حسبت 6000 درهم. هذه مسألة 6000 درهم بينهم وبين الوزارة ديالهم. إلا الوزارة حسبت لهم 6000 درهم، أنا ما عندي حتى علاقة بهذا الثمن. هذا ثمن خيالي. تصوروا الإخوان أن وزارة الأوقاف استغلت الحجاج المغاربة بهذا الشكل هذا. انكرويابل، والله ما صدقت في الأول، حتى طحت على هذا المقال هذا اللي مصري. مشيت حتى لمصر، قلبت انترنت حتى لقيته كاين هذا المقال هذا. تصوروا واش هذه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا وزارة القوالب والاختلاسات؟ دابا انا بقيت تنبحث اشنو وقع لهاد المسؤولين اللي داروا اللي قاموا بهاد العمليات الاختلاس. ما لقيتش التبعات ديالها، ما لقيتش في مسائل القضائيه شنو وقع. انا مازال تنبحث واش توقفوا، واش تحاكموا، فين مشات هاد الفلوس. انا راه درت عمليه حسابيه 37,000 في 4000 درهم، لان خداو 4000 درهم، سرقوا 4000 درهم. راه ما نقول لكمش لو شيفر، ديروها نتوما، ديروها باش ما تصدموش. ديروها، حسبوا، ديروا 4000 درهم ملتيبلي باغ 37,000 درهم، غتشوفوا الخيالي، المبلغ الخيالي اللي تسرق وفين مشى. ما عرفتش واش فتحات التحقيقات، ما عرفتش واش مشاو هاد الناس للسجن او توقفوا على العمل. لحد الان انا غادي غدا ان شاء الله في الصباح، لا تنجي من الخدمه في العشيه، وغادي نقلب وغادي نبحث ونرد عليكم اشنو وقع لهاد المجرمين هاد.